السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها الجريد. الجريد حاجه متشابهه شويه مع الفليكس لكنهم مختلفين بشكل كبير، والجريد مستوى اعلى ومستوى ادفانسد واحسن وبيديك مرونه كبيره في ان انت تعمل لاي اوت او تعمل التصميم بتاعك. علشان نفهم الفرق ما بين الفليكس والجريد ونفهم فكره الجريد، فانا هنا جبت صورتين. الصوره دي بتوضح بشكل ما الفرق ما بين الفليكس والجريد. احنا زي ما اتكلمنا ان الفليكس بيتحرك على محور من اتنين، يا اما محور الاكس يا اما محور الواي. يا اما هتحرك العناصر هنا بالشكل ده يا اما هتحرك العناصر هنا. الجريد لا، تقدر في نفس الوقت تحرك العنصر في الاثنين، يعني تخلي العنصر موجود هنا وتخليه موجود هنا وهنا وهنا، تخليه موجود بالشكل ده تخليه موجود بالشكل ده. في مرونه كبيره في ان انت تعمل لاي اوت بتاعك. لو شفتوا الصوره دي زي ما انتم شايفين، العنصر ده المفروض ان هو تبع المحور ده، وكمان اتحرك بشكل عمودي كده، جه بشكل عمودي كده. في الفليكس تقدر تحركه كده على المحور ده، او تقدر تحركه كده. احنا كنا في الفليكس بنقول له ديسبلاي، بنقول له الدايركشن بتاعه رو او كولوم، ما كناش نقدر ان احنا نعمل حاجه تاني. لكن هنا انت بتحركه في الاثنين زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لو رحنا على صوره تانية هتلاقوا هنا ان التصميم ده زي ما انتم شايفين تصميم متداخل، يعني العنصر اللي بدأ من هنا راح متحرك بشكل عمودي لحد تحت. التصميم اللي بدأ من هنا خد دول، ده خد دول. هتلاقوا ان في مرونه كبيره في التصميم. دي فكره الجريد بكل بساطه. تعالوا ندخل في الكود ونفهم الفكره بشكل كويس، ونجزأ الكود علشان نفهم كل حاجه بشكل كويس. علشان اعمل فكره الجريد لازم نكون فاهمين ان فكره الجريد دي زي ما انتم شايفين هنا، زي ان هي اشبه بشبكه او تيبل. يعني لو تخيلنا مثلا شبكه زي كده، شبكه بالشكل ده، شبكه بالشكل ده. انا بعمل الشبكه دي بتكون متكونه من كولوم وروز بالشكل اللي انتم شايفينه ده، زي ما انتم شايفين اهو. دي اول حاجه ننطلق منها، ودي اول حاجه هنعملها النهارده، ان احنا نعمل الشبكه دي. نقول انا عايز شبكه مثلا فيها وليكن 3 كولومز و3 روز مثلا. علشان اعمل الكلام ده هاجي هنا اول حاجه انا عامل كونتينر هنا ليه باك جراوند، وديفات ليها باك جراوند عاديه علشان اميزهم 5 ديفات. هاجي هنا في الكونتينر واقول له ديسبلاي جريد، زي ديسبلاي فليكس بس بدل فليكس هنديله جريد. زي ما انتم شايفين اول حاجه عملها لي هنا، زي ما انتم شايفين في كلام بدأ ان هو يظهر، لان انا هنا مفعل في اللاي اوت، مفعل ان هو يظهر لي التفاصيل بتاعه الجريد. هتلاقوا تفاصيل الجريد تحت. طيب انا مديله هنا هايت 300 بكسل للكونتينر. زي ما انتم شايفين عمل ايه؟ يا رب الصوره بس تكون توضح في الشاشه. هنا راح عامل 300 على كام عنصر عندي؟ 1 2 3 4 5، 300 على 3 ب 60. راح عامل هايت لكل واحد فيهم، عمل لي الشبكه بتاعتي، عمل لي الكولومز بتاعتها بالشكل ده، عمل لي 60 بشكل متساوي. يعني راح عامل لي كده، عامل لي 60 60 60 60 60 60 بناء على الهايت الاجمالي اللي عنده. عايزين نتحكم في الكلام ده، في نفس الوقت عايزين نعمل فكره الروز، ان انا اقول له لا طب ما ده ليه يجي لوحده؟ انا عايزه بس ياخد مثلا نص الشاشه، يبقى ده 50% وده 50%، ويجوا جنب بعض يبداوا ان هم يتحركوا علشان ابدا اتعامل مع اللاي اوت واتعامل مع التصميم بتاعي. فاللي انا هعمله ان انا هاجي هنا هقول له خلينا الاول نتعامل مع الكولومز اللي حصلت لوحدها دي. هقول له حاجه اسمها جريد تمبلت كولومز بالشكل اللي انتم شايفينه ده، جريد تمبلت كولومز. وهبدا ان انا اديله عناصر. العناصر دي فكرتها ايه؟ انا بس هوقف الاوتو ده اللي بيكمل الكود. العناصر دي فكرتها ايه؟ الفاليوز اللي انا هكتبها دي فكرتها ايه؟ انا هكتب فاليوز زي ما انا عايز. يعني انا عندي 6 قيم، اكتب لكل واحد منهم اللي انا عايزه ياخد قد ايه، عايزه ياخد هايت قد ايه، عايزه ياخد من الكولوم ده قد ايه. عندنا ممكن ان انا اقول له مثلا، لو قلت له 100 بكسل عشان الفكره تبدا توضح معانا. 100 بكسل، بصوا على العنصر الاحمر هنا 100 بكسل بالشكل ده. احنا عايزين معلش الروز الاول، انا عايز الروز معذره. الروز ده الواحد اهو، هتلاقوا ان الطول بتاعه بدا يكبر، الطول بتاعه كبر، بدا من 60 ورايح لحد 100. طب لو جيت لي بعد كده وقلت له 200 بكسل هيروح يجيب اللي بعده الازرق. طب لو رحت 300 بكسل هيروح يجيب اللي بعده، وهكذا زي ما انتم شايفين الاخضر. ممكن نخلي المسافات منطقيه شويه، يعني ممكن نخليها 20 بكسل 40 بكسل 60 بكسل 80 بكسل بالشكل ده. فكل ما بكتب قيمه هنا، كل ما هيروح يجيب لي عنصر من عناصر الجريد ويحط له القيمه دي. طيب احنا كده اتكلمنا عن فكره الروز، ان انا اقدر اديرهم حاجات مختلفه. اقدر الكلام ده اعمله باشكال مختلفه، يعني اقدر اقول له اقدر اديرهم 10% مثلا، ادي لده 10% فياخد 10% من البيرنت بتاعه. يعني اقدر ان انا اتحرك فيهم بالقياسات المختلفه. عندنا بقى قلنا الجريد تمبلت كولومز بالشكل ده. دي بتتعامل على فكره الكولوم نفسه، اللي هو الكولوم ده اللي هو انا عايز اقسمهم لكام كولوم. كل ما بكتب قيمه
يعني لو كتبت 3 قيم هياخد ال3 قيم دول يقسمهم على 3 قيم. يعني قلت له ده 30 وده 50 مثلا وده 60، هيروح عامل لي 3 كولومز، كل كولوم فيه القيم دي. نشوف الكلام ده مع بعض. هاجي هنا هقول له وليكن 100 بكسل وبعد كده 200 بكسل وبعد كده 300 بكسل. بصوا ايه اللي هيحصل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لكن خلينا هنا نكبر الهايت لان هو مبقاش باين قوي. 50 60 80 وخلونا نخليها كده بالشكل ده. زي ما انتم شايفين هنا بالشكل ده، هنا بالشكل ده، ده الكولوم بتاعه بقى 100 بالشكل ده، والهايت بقى 50، الهايت 50 والكولوم 100. وده الهايت بتاعه احنا هنا ادينا له الكولوم بتاعه 200 واللي بعديه الكولوم بتاعه 300 بالشكل ده. وهنا الكولوم او الرو 60 بالشكل ده. دي فكرة الكولوم والروز بكل اختصار، ان انت بتقدر تعمل شبكة زي ما انتم شايفين الشبكة وتوزع فيها العناصر. طيب هنا ممكن نتكلم عن حاجة كويسة. لو رحنا هنا ادينا للكولومز دي 100 بكسل وهنا 100 بكسل، 100 بكسل وهنا 100 بكسل بالشكل ده. لو عملت كده، لو عملت بالاسلوب ده، خلونا نقفل ده علشان الشبكه دي ممكن تبقى مشتته شويه. ففي عندي خاصيه اسمها ريبيت. ريبيت دي بقول له ايه؟ باجي هنا بديله حاجه اسمها ريبيت وبديله حاجتين. الريبيت دي معناها تكرار، هكرر كام مره والقيم ايه. فهقول له بكل بساطه زي ما انتم شايفين هنا الكود عندنا، لو احنا كنا عاملينها 100 بكسل فانا عندي 100 100 100، مش لازم اكتب ده كله. هاجي هنا في الريبيت هقول له 3 مرات اعمل لي 100 بكسل بالشكل ده، هتلاقوا نفس النتيجه. ممكن 3 مرات اقول له 200 بكسل بالشكل اللي انتم شايفينه ده، 300 بكسل. فانا هنا بعمل ريبيت بدل ما اكتب كل حاجه بايدي. طيب علشان نراجع على اللي احنا اتكلمنا عنه عشان ما تكونش في حاجه تايهه مننا. فكره الجريد هي عباره عن شبكه، انت اكنك بتعمل شبكه. هنا في الكولومز انت بترسم الكولومز بتاعتك. الرقم اللي انت بتحطه سواء كان في الريبيت او بتحط ارقام هو بيكون عدد الكولومز، وبعد كده القيم اللي انت بتحطها المختلفه بتكون القيم بتاعتهم، ده 100 ده 200 ده 300. بعد كده عندنا الروز برضو، القيمه اللي انت هتحطها هتتقسم على الروز اللي اتقسمت. طبعا هو هنا لما بيوزع الكولومز بالشكل ده عدد الروز بيختلف، لان انت لما تقول له ان انا عايز 3 في كل كولوم فهنا عدد الروز هيختلف بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب يعني هنا برضو تقدر ان انت تقول 50 60 70 تدي قيم للروز بتاعتك وهتكون مختلفة على حسب الروز اللي عندك. فانت تقدر تتحكم في ده وتقدر تتحكم في ده. في الدروس الجاية بقى هنفهم ازاي العنصر ده يتحرك بالشكل ده ويتحرك بالشكل ده ويتحرك بالشكل ده بحيث ان هو ممكن ياخد دول كلهم. ده اللي هنتكلم فيه في الدروس الجاية ان شاء الله. فدلوقتي احنا اتكلمنا عن الجريد، اتكلمنا عن الجريد كولومز، الجريد روز، واتكلمنا عن فكرة الريبيت. يا رب الدرس يكون واضح واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.